اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناه عالم مريم للطبخ، هي قناتكم كاملين. ما تنسونيش الاخوان والاخوات بلي لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، بواحد التعليق زوين وتبارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم باش تعملوا الفائده. اليوم جيت نشارك معكم غريبه، واش من غريبه، شي حاجه غزاله غريبه ديال اللوز، اللي معروفه ومحبوبه عند المغاربه، هي الغريبه البهله. شي حاجه ذوبان، كتذوب ذوبان في الفم، شي حاجه زوينه بمكونات يعني بساط وشي حاجه زوينه بمقادير مضبوطين بالشرح ديالها وبالتفاصيل. خليكم معايا في الفيديو. غندوزو دابا المقادير. بالنسبه هاد المقادير اللي غادي نعطيكم ديال كيلو ونص ديال الطحين. عندي هنا كاس ونص ديال اللوز اللي محمر ومنقي ومحمر ومطحون. عندي كاس ونص ديال الطحين محمر ومطحون ومغربل. عندي كاس ونص ديال هذا ديال الجلجلان محمر ومطحون. خليت هنا طحنت غير كاس ونص كاس خليته. هنا عندي 4 الخمارات ديال الحلوى. عندي 2 فاني. وهنا عندي واحد القصريه اللي دايره فيها مغربله عفوا طحين ديال الحلوى، يكون شي حاجه زوينه. كيلو ونص ديال الطحين. ودرت هنا الزبده، عندي 4.5 ديال الزبده. 4.5 ديال الزبده يعني زبده ديال الدوله، اي زبده غادي تستعملوا غادي تصدق معكم. هنا درت 2 ساشيات ديال الفاني. هنا درت معلقه كبيره ديال القرفه اللي مغربله بطبيعه الحال، القرفه معلقه كبيره. غادي ندير هنا الملحه، ضروري الملحه في الحلويات كما نقولها لكم ديما في الحلويات. هنا عندي اللوز، الغبره ديال يعني القشور ديال اللوز، محمراهم هكا في الفران وكنطحنهم وكنغربلهم وكنحتفظ بهم هكا. كنديروهم في الصابلي، ديما هادو ديما تيكونوا عندي. ملي تيكون عندي شي كوموند ديال اللوز، هذوك القشور ديال اللوز ما كنلوحهمش، كنغسلهم وكنشفهم في الفران. وهنا درت واحد 2 معالق ديال السكر كاسوناد، اللي عنده يديرهم اللي ما عندوش ما يديرهمش. بالنسبه للكاسوناد كيعطينا واحد اللون هو وهداك الطحين المحمر، كنحصلوا على واحد اللون كيجي زوين في البهله. وحتى المذاق ديال هذاك ديال الطحين وديال السكر كاسوناد يعني كيجي زوين في البهله. صافي هنا كنضيف داك الطحين المحمر، اللوز وجلجلان. هنا غادي ندير 3 الكيسان ديال العنبه ديال السنيده. انا ما كنديرش السكر كلاصي، كندير السنيده. بالنسبه اللوز ما نطحنوش حتى كيولي معلك، يعني كنخليو فيه واحد الحبيبات يعني بحال مهرمش. وجلجلان هذاك النص الكاس تا هو كنضيفو حتى الاخر باش كنحصلوا على واحد الكروسيون تيكون في البهله ملي كنعضوها. هنا درت معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، غير هذيك المعلقه الصغيره، ولا نديرو غير النص ديال المعلقه العاديه ديال المطبخ. الدور ديال هذيك الخميره كتجي الغريبه مفقعه وكتجي زوينه، كتعطيها واحد الشقوق اللي كتجي غزاله ديك البهله. صافي هنا ما غادي نحتاج لا روبو لا حتى شي حاجه، غادي نبقى ندعك غير بالاطراف ديال الاصابع ديالي. كنعطيها الخاطر صراحه، اي حاجه عطيتوها الخاطر راه كتنجح معاكم. صافي هنايا كنبقى ندعك، راه باقا ما ضفتش الزيت هنا. كنبقى ندعك غير في ديك الزبده يعني بيديا حتى كندوب ديك الزبده غير بالحراره ديال يديا. كنلبس داك الطحين، خاص الطحين ديالي كله يتلبس بديك الزبده. كنبقى مستمره على هاد الكيفيه حتى كنلبس هذاك الطحين ديالي كامل كله كيوصلوا الزبده. كنتاكد من هاد العمليه. صافي كنبقى نحك بها الكف ديالي. فهاد الاثناء كاين اللي كيحكها ملي كيبدا يضيف الزيت كيبدا يحكها بالحكاكه. انا ما كنديرهاش، كنكتفي غير بهاد الطريقه هذه، وصراحه كتجي بهله بهله ما نقولش لكم صراحه. هنا غادي نضيف هذيك الخمارات ديال الحلوى اللي عندي 4 من فئه 8 غرام. صافي هنايا كندير في الخميره ديالي 4 الخمارات. غادي نخلي لكم المقادير ان شاء الله بصندوق الوصف. ديجا شاركت معكم بهله، راه عندي في القناه بهله بدون
بدون يعني لوز، غير بجلجلان حتى هي كتجي غزاله، كتجي بنينه، شي حاجه ما نقولش لكم شهوه منها. وهذه باللوز حتى هي كتجي غزاله. شوفوا اي مكون كنضيفوه للبهله كيعطيها واحد النكهه، واحد المذاق اللي لا يعلى عليه. صافي هنايا غادي نبدا نضيف الزيت، يعني الزيت هو اللي غادي نجمع به هاد الطحين. هادي هنا ضفت الكاس الاول، الكاس الثاني، يعني الكيسان كنعبر بالكاس ديال العنبه اللي متواجد في كل بيت مغربي. ضفت الكاس الثالث. صافي هنايا غادي نبدا، هنا درت نص كاس عمرته ونيني ما غاديش نضيفو، غادي نخليه حدايا. غادي نحتاجو، غادي نبدا نعجن في هاد البهله هادي وانا كندلك بالكف ديالي. انا ما كنقويش الزيت، يعني هاد المقادير اللي عطيتكم راهم مضبوطين 100%. خلاف الا كان الدقيق كيشرب، الا كان الدقيق كيشرب راه غادي تدخلوا 3 الكيسان وهذا ونص. الا ما كانش الدقيق كيشرب كيف ما غادي تشوفوا معايا انا، ما غاديش نضيف داك نص كاس ديال الزيت، غادي نضيف غير ربع، بحال غادي يشيط ليا ربع كاس. غادي نبقى ندلك هكا بالكف ديالي كيف ما انا راه ما قطعتش معكم الفيديو باش نشارك معكم كاع التفاصيل ديالها. بالنسبه كنلقى بزاف التعاليق ديال البهله الطريقه ديالها ما كتنجحش معانا. تبعوا الطريقه اللي كنشرح لكم، راه تنشرح صراحه، كنشرح من خاطري ومن قلبي. اللي ما بغاش اللي ما بغاش يتعلم صراحه. صافي هنا كنبدا نزيد خويط ديال الزيت وانا كندلك، ما كنكبش داك الزيت كامل. بالنسبه للزيت اللي الا كثرناه في البهله، غادي تلاحظوا معايا واحد القضيه في البهله. ملي كنبغيو نهزوها من الطبسيل ولا كنبغيو نستفوها في السوبيره ولا في البلاطوات، كتبقى لاصقه لنا في يدينا في صباعنا. هذيك اللصوقيه كتكون من الزيت بزاف، هي اللي كتعطينا، كتجي بحال منتيه هذيك البهله. صافي هنا كنبقى نتيستي، يعني ملي تنعرف بانها راه تكورت وتجمعت صافي كنحبس. هنا راه باقا ما تجمعتش مزيان، زدت واحد الخطيط ديال الزيت وكنعطيها الدليك. اللي عنده الروبو يعني يضربها في العجانه عادي. هنا صافي راه خدات حقها، غادي تشوفوا معايا، غادي ندير نجرب معكم وحده غادي تجمع معايا عادي. وهنا راه درت ربع كاس، يعني ما درتش نص كاس كامل، درت غير ربع كاس. صافي هنايا غادي نبدا نكور. صافي هنا ناجحه 100%، خدات حقها ديال الدقيق، عفوا ديال الزيت. غادي نغطيها باش ما تنشفش معايا، وغادي ندير الفران في هذا الاثناء. انا راه كان عندي كنطيب فقط وكنطيب شي حلويات اخرين، يعني الفران سخون. والبهله ملي كنبغيو نديروها خاص ضروري الفران يكون سخون مزيان باش نديروها، نشعلوا عليها. العافيه كتكون غير من الفوق، عافيه مهيله حتى كتشق معنا. عاده كنطلعوها باش تحمر معنا وتجي واحد اللون. شوفوا هنا اللون كيجي فيها زوين، اللون موحد. صافي كندخلوها الطيب حتى يعني كتحمر من الفوق، كتفقع. شوفوا هنا كيفاش كتجي مفقعه ديك البهله. ملي كتفقع كنحمروها من التحت. صافي هنا راه الطياب عندي غير الطياب ديال الفران ديال الغاز، كنطلعها حتى كتحمر. ملي كتفقع كنطلعها الفوق تحمر، كتجي بهله ما نقولش لكم شهوه منها. كنتمنى منكم تجربوها لانها صراحه كتجي ذوبان في الفم. كنتمنى منكم لكم التوفيق والنجاح. الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.